إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. مستمعون الكرام، نرحب بكم في برمجة خاصة بمناسبة مهرجان كاسل المقام في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسننقل لكم التغطية الكاملة لليوم الأول التي أعدها مندوب الإذاعة من هناك الزميل محمود إدريس، وتتضمن على الآتي: تقرير اليوم الأول للمهرجان وفصلات غنائية وحوار مع رئيس اللجنة التحضيرية. نتمنى لكم وقتا طيبا وممتعا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. عللا وعروتات مدروا أبوتات لومي، هيا من إسيات نكتل هياتات لومي، أبكن دندماتنا نخلنا هدرنا لومي، فتينا زلينا نسايا خبرنا لومي. عللا وعروتات مدروا أبوتات، هيا من إسيات نكتل هياتات، أبكن دندماتنا نخلنا هدرنا، فتينا زلينا نسايا خبرنا. نخيت داي بابا عقم غولو عمد رغي خالو لومي، شاما شاما بولو هاجر كحل فولو لومي، هيا قيح الفكا تقول داي هاجر لومي، كلا تودليتكا سقا انكي بالكا لومي، بعقم خولو عمد رغي هالو شاما شاما بولو هاجر كحل فلو، هيا كي حلفكا تقول داي هاجركا قول صوت ليتكا سقا انكي بالكا. نخيت داي شعار تحقيق السلام الوطني ضمانة لتحقيق السلام الإقليمي. افتتح اليوم الأول من مهرجان إريتريا كاسل 2018 والذي يقام بمدينة ستوكهولم في السويد بكلمة اللجنة التحضيرية قدمها المناضل نقاش عثمان رئيس اللجنة والذي رحب بالحضور، وقدم نبذة قصيرة عن تاريخ المهرجان وعدد مزايا وطنية حققها المهرجان منذ بدايته، من بينها مؤتمر الحوار الوطني الذي أنتج مظلة المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. وحول مهرجان اليوم ذكر المناضل نقاش عثمان بأن مهرجان هذا العام يختلف عن سابقاته بتغيير المكان الذي حتمته الضرورة كتقليد رسخ لأن يكون متنقلا بين العديد من العواصم الأوروبية. وقال إن مهرجان هذا العام نظمته إلى جانب
جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية 6 تنظيمات سياسية ومدنية صديقة، وهي الحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية، جبهة التحرير الإريترية، حزب النهضة الإريتري، حزب المؤتمر الوطني الإريتري، شبكة القرن الإفريقي للسلام، ومنتدى الحوار الوطني. ولبى دعوة الحضور أكثر من 14 تنظيما وطنيا سياسيا ومدنيا، بالإضافة لضيوف من دول القرن الإفريقي. وتلا ذلك ندوة سياسية شبابية تحت عنوان دور الشباب في نضال التغيير. قدمت الورقة الأولى الشابة سمهر جبرسلاسي تحت عنوان الشباب، هل دوره النضالي ريادي أم تكميلي؟ وأكدت سمهر على أن الشاب الإريتري ظل ينجز أي مهام أوكلت إليه في مختلف المراحل النضالية، ولكنه للأسف بعد الاستقلال كان من أول الشرائح التي تم تهميشها، رغم أن الاستقلال جاء على عاتقه ودفع الثمن بالروح والدم، واليوم صار مطاردا وعرضة للاستعباد وأعمال السخرة، وآخرها معاناة الهروب. واختتمت سمهر حديثها بأن الحل لا يكمن في الهروب من الوطن والإحجام عن النضال، بل عليه مواجهة الوضع بالوحدة والانخراط في صفوف نضالات قوى التغيير. والورقة الثانية قدمها المناضل عبد العزيز صالح تحت عنوان خطوات عملية للنشاط الشبابي. تناول تصنيف الشباب في الخارج، حيث صنفهم إلى مقيمين في دول المهجر وآخرون قادمون من إريتريا، والذين ينقسمون بدورهم إلى قسمين: من يمارس النضال بفضل انتمائه السياسي الأسري، أو محجم عنه لعدم وجود معلومة بسبب حاجز اللغة، حيث تصدر أدبيات القوى الإريترية باللغتين العربية والتجرينية. وعن القادمين الجدد عدد مدى معاناتهم من الانخراط في المجتمع بسبب ضغوط نفسية عانوا منها في ظل النظام الدكتاتوري ومآسي الطريق التي تعرضوا لها في طريقهم إلى دول المهجر. والحلول كما يراها المناضل عبد العزيز بأن يفكر الشباب في طريقة ابتداع أساليب نضالية، إلى جانب أن يبادروا بتنظيم مظاهرات وندوات سياسية وثقافية ولخلق بديل شبابي. ونبه إلى أن النظام يركز في الخارج في استقطابهم بشتى السبل تحت مظلة اتحاد الشبيبة للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة التابعة له، أو ببذل جهوده من أجل تحييدهم. وفي ختام الندوة شارك الحضور بمداخلات قيمة ليرد المحاضران على بعض استفسارات الحضور. وأعقب ذلك فقرة فنية رائعة لكوكبة من الفنانين الذين أثروا الأمسية بالعديد من الوصلات الغنائية بمختلف اللغات الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. لوه إريتراوي زربا يسمعني عفرا هيتنقف مسير قائمي عدي لين عيني تتقن لي تقنها تهوى هوانا بحبر كوينا السلام من المعبالغين لنا لنا عمان خير قوامنا مسترقا قطعي ودمنا مستحن قطعي شعور عين بلدنا عطي مطعي بايتون دمو خلنا بحكي تغلتلنا نمرتنا نهزبنا وحس كوينا سلامون ندلعنا كبرات حواتي كل الناس كبحبار
إني نتعهد ألنا نبلاني إريترا لومون كم تمالي كم تمابوتاتي وينون تكفانا زبرسناتي هايكونا نمجمال قلن تبصرو اللهم والله من إريترا وجيقا ألنا نبلا إريترا وجيقا أشياء معنا أشياء مريتنا هايكون رسولي تميتنا نحنا نحنا ألنا نبلا إريترا عددا عدي بلين عينك تقفي تقفنا غيره وغيره وانا بحر الكوينة نقخي سلام بعبال غي لنا 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 السلام عليكم السلام بحبنا كمتينا يا بنا ابراهيم سلطان كمتينا يا بنا تولد ولد مريم حدينا لما حدينا صباح حدينا نحن دينا نحن إريتراويين دقوتنا قبسا مني تدفرار السنة أي كونا نتبالين أي لومي بيتانا زبي صلى ندمر تبالين أي فادي تغلى بدمار نعمو نحن دينا نهر رأيو نتنا بغري نتنا سلام داناي تبتعينا جونا نحن أي بلمن دينا سلام خطوة تتفعي ناي عرقتينم ناي بوتاتينم أي كلم باريو هجي ونتخوني أننا مكلنا إريتراويانينا إلا بلاي بدعي سلام من نبل سلام من حجرنا سلام من أفريقيا سلام من كل عالم عدي بلين عدي تطاقم كي طاقمنا بتراه وغيره وانا بحبر خينا دقخي سلام من معبالغي لنا مدمر قنقا مدمر قطر غير ابو هجر مدمر قطر غير ابو هجر تدمير غيلم او جنب علي كل برهما اريتراوي تخليل تقليد اين دمرني نام صوب زبلوا اين ركبتني نام صوب زخدوا حق لنا حقين ما مريت لنا مريت ندابو ومالتو مفرد بحقين غيت هجرنا اريترا نزل علم سرواي سمعني بفلاي منسي كان كاي تقدموا أبري يوم نيتك أبري يوم نبضتك الله هو اللي ما عدي بلين عينك تتقل كي تقلنا غيره وغيره وانا بحبر خينا دقخي سلام من معبالغي لنا هالقوانخي لا بعزب كنا انا هو نغم فتحي سلام فوق هالشيء الله يكون سلام فوق هالشيء الله يكون هنا صوت إريتريا الديمقراطية صوت إريتريا الديمقراطية صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا صوت إريتريا الديمقراطية صوت من لا صوت لهم من المكملين والمكممة أفواههم من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق
صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. في ضمن الاحتفال بمهرجان إريتريا كاسل الذي انتقل إلى ستوكهولم هذا العام، استضافت صوت إريتريا الديمقراطية أحد اللجنة التحضيرية أو رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان هذا العام. مرحبا بك الأخ نقاش عثمان. أهلا مرحبا بك أخ محمود، وأهلا وسهلا بكم في ستوكهولم، وأهلا وسهلا بكم أيضا في المهرجان. ليتك الأخ نقاش حدثنا عن دوافع نقل المهرجان إلى ستوكهولم هذا العام. أولا طبعا المهرجان هسه في دورته 33 سنة قاعدين نحتفل به أو نقيمه في دورته 33. طبعا المهرجان مثل كل الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية اللي كنا نقوم بها كتنظيم، يعني في مرات تكون في قمتها، مرات يعني المشاركات كانت تكون ضعيفة، وأسباب يعني أحد أسباب نقله إلى ستوكهولم كان إيجاد زخم جماهيري أكبر، وأيضا يعني بعد قراءتنا بشكل صحيح للأوضاع والتطورات الموجودة في على مستوى الساحة الإريترية، بالتالي يعني ممكن ستوكهولم أيضا الآن يعني مركز تنافس بيننا وبين نظام مقدف يعني، ويعني دي واحدة من الأسباب كانت. لكن يعني كاسل بعد ما أعطت دور كبير في دفع النضال الوطني الديمقراطي، الآن أيضا جاء دور ستوكهولم، ونحن قررنا في قيادة جبهة الإنقاذ والتنظيمات أيضا وافقتنا أنه المهرجان حيكون متنقل يعني. أوكي، على ضوء حديثك عن التطورات، ملازمة المهرجان مع التطورات الحديثة، وخاصة أن شعار المهرجان هو تحقيق السلام الداخلي قبل السلام الإقليمي، ترى يعني هل سيخرج مهرجان هذا العام برؤى أكثر تقاربا من ذي قبل؟ نحن كلجنة تحضيرية طبعا عندما اخترنا موضوع هذا العام يعني كان قبل الأحداث الأخيرة في إثيوبيا، يعني من فترة طويلة من 4-5 أشهر، لأنه بعد ما كانت تعقد بعد السيمينارات والندوات مؤتمرات في مناطق مختلفة تدعو إلى عقد كونفدراليات مع إثيوبيا وغيرها، رأينا أنه أولا من باب أولى نحقق السلام الداخلي ثم ننتقل إلى تحقيق السلام الإقليمي، وهكذا وصدف يبدو قراءتنا أيضا كانت صحيحة. التطورات جرت بشكل سريع، ورأينا الاندفاع في الانتقال من العداوة بين النظامين وبين بلدين إثيوبيا وإريتريا. الآن العلاقة الحميمية الموجودة بين الطرفين كلنا قاعدين نتابعها، لذلك اخترنا أن يكون شعار هذا المهرجان تحقيق السلام الوطني ضمانا لتحقيق السلام الإقليمي، ونتمنى أنه في الندوات كلها حتصب في هذا الاتجاه. عاوزين في نهاية المقام أنه أن نصل إلى رؤية موحدة أو متقاربة للأوضاع الموجودة، أو قراءة متقاربة للأوضاع في إريتريا وفي منطقتنا يعني. ولحسن حظنا أن أكثر من 14 تنظيم سياسي، تنظيمات مهمة يعني تحضر على مستوى عالي من القيادات، رؤساء تنظيمات قاعدين يحضروا هذا المهرجان. إذن أنا متفائل بأنه هيخرج بنتائج جيدة يعني. أوكي، كيف تمت عملية التحضير لمهرجان هذا العام، وهل من صعوبات واجهتكم، وخاصة أنه ينتقل من كاسل إلى ستوكهولم؟ والله يعني أولا طبعا نحن باعتبار كان عندنا خبرة تراكمية حول إقامة المهرجان على مدى 32 سنة، يعني كان يعني هذه إلى حد ما خبرة هي
قدمها الأخوة التنظيمات المشاركة. طبعا نحن 6 تنظيمات وما فيهم الجمعيات المدنية، يعني مثلا جبهة الإنقاذ والحزب الإسلامي للعدالة والتنمية وحزب النهضة الإريتري وكذلك حزب المؤتمر الإريتري ومنتدى الحوار الوطني وشبكة القرن الأفريقي للسلام. هذه هي القوى التي يعني تصدر عملية تحضير لهذا المهرجان 33. يعني في بداية انه فهم المهرجان حتى تسميته انه مهرجان كاسل في ستوكهولم طبعا اخذ وقت يعني عشان نستوعبه، ثم لانه ليس من السهولة ان تجد مواقع مكان، يعني ايضا هذا ايضا كان له اخذ وقت مننا، لكن في نهاية المطاف العمل المشترك والتوافق والعلاقة النضالية الموجودة مع هذه القوى ساعدت في يعني تسهيل كثير من المصاعب اللي ممكن تواجه عملية التحضير، لأنه أن تجمع الناس من مواقع مختلفة من أوروبا ومن مشارب سياسية أيضا مختلفة، يعني ليس من السهولة بمكان. لكن أنا يعني من خلال إذاعة إريتريا الديمقراطية صوت إريتريا الديمقراطية أتقدم بجزيل الشكر للإخوة في معي أعضاء في اللجنة التحضيرية، يعني حقيقة كانوا نعمل الزملاء ونعمل الأخوة في التحضير، ونتائج ممكن أخ محمود أنت تابعت وشفت يعني ممكن أو اليوم الأول للمهرجان. يعني ما هي أهم فعاليات مهرجان هذا العام؟ أهم فعالياته أولا كان اليوم ندوة كان عندنا طبعا عن الشباب، ندوة كيف نعزز دور الشباب نضال، وكان في محاضرة للأستاذ طبعا عبد العزيز صالح والأستاذة سمهر قبر السلاسي، وكان تجاوب الحضور مع ما طرح من تحليل ومن آراء كانت جيدة. وأيضا بكرة طبعا من بداية من الساعة 10 لغاية ممكن الساعات الأولى من الصباح حيكون في ندوات، وأولا يعني ندوة حول المبادرة بتاع رئيس وزراء إثيوبيا وانعكاساتها وأثرها على إريتريا، ثم حنقدم السلام الإقليمي وتأثيره على المكونات إريتريا أو يعني انعكاس ذلك سلبا أو إيجابا. يعني في قضايا كثيرة طارحينها في برنامجنا ممكن الاطلاع عليها في المواقع الإريترية المختلفة، يعني ندوات كلها حتصب في هذا الاتجاه. وأيضا حيكون عندنا كلمات تضامنية من التنظيمات السياسية وأيضا كلمة مشتركة اليوم ألقيت طبعا باسم اللجنة التحضيرية، ثم سيلي ذلك نقاش مفتوح حيكون بعد الاستماع إلى حوالي 6 محاضرات، وفي نهاية المطاف حيكون طبعا وختام العملية بتاع بكرة بتاع الفعاليات يوم غد حتكون أمسية ثقافية وفنية يحييها يعني عدد كبير من الفنانين الإريتريين قدموا من مختلف المناطق، من النرويج، من مختلف المدن السويدية وكذلك من ألمانيا يعني. وقبل اليوم الأحد حيكون يوم الأحد حيكون أيضا ورشة عمل لمناقشة كل الأوراق اللي كانت موجودة والخروج بخلاصة حيكون فيها يعني. وثم حيكون عندنا أيضا حفل تأبين للشهيد جزائي كيداني في نهاية يوم الأحد حيكون، وثم حنختتم المهرجان يعني. وقبل الختام هل من كلمة توجهها لمستمعي صوت إريتريا الديمقراطية؟ أولا يعني لكل مستمعينا ولإدارة الإذاعة وخاصة يعني النشاط اللي قاموا به هو محاولة الدعاية المكثفة لهذا المهرجان وتقديم يعني البرامج اللي كانت تطلع من اللجنة التحضيرية. أولا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير، بالمقابل أيضا أوجه لمستمعي الإذاعة بتحياتي النضالية وأطمئنهم أن الأمور تسير بشكل جيد وسيكون هذا المهرجان ناجحا مثل كثير من المهرجانات التي عقدناها سابقا.
أيضا من هنا سيسمع صوت شعبنا، صوت الشعب الإريتري، إن كان على مستوى الداخل الإريتري وكذلك على مستوى الإقليم والعالم يعني. وشكرا لك أخ محمود. شكرا الأخ نقاش رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان كاسل 2018. شكرا. نتا سلام زلاتنا فقري نتا قوام هجر زلاتنا خبري نحزن بري حواتي بتري نحزن بري حواتي بتري نحزن بري حواتي بتري زمد مار أوجو بعلي زمد مار أوجو بعلي هجر خير ما وما تسقطري هجر خير ما وناتا ما تسقطري معت وريلو حفاش حزبي زمد مار ما بهر فدي تقوامنا نويت تقوامنا مسير قاقطي تقوامنا نونا تقوامنا مسير قاقطي نتدوبنا نوي مسحنا تطي نتدوبنا نونا نتدوبنا مسحنا تطي أي نبليني ناشعو عتمتي أي نبليني ناتاشع عتمتي أي نبليني ناشعو عتمتي بحال قوي وردي عدهالو بحال قوي نو وردي عدهالو نيرتنا سمبرقرو زلالو أي كسراني لو مسأوجي نقاد عيدينيرو شواز وفري نقاد عيدينيرو شواز وفري حدر السوءاتنا نبيكونا بلنا تحدر سماعاتنا نبيكونا بلنا اللي خادو جيقنا قول باركا اللي خادو جيقنا قول باركا اللي خادو جيقنا ناي ساحلنا اللي خادو جيقنا ناي دنكلي اللي خادو جيقنا ناي كبسا وردي حد هلو هقر تبقيسو نخحوا أوسا وردي حد هلو هقر تبقيسو نخحوا أوسا اللي خادو جيقنا ناي كبسا اللي خادو جيقنا ناي كبسا خير قطرين واي مدمرنا زبلوكم تراي كابتو قبرو برسخم زي تمرامرو زبلوكم تراي كابتو قبرو برسخم زي تمرامرو أبزا هاجر حدرين أبزا هاجر ناي سمعتي يهم كتكبرو عيني دلي زرق قرامرا عيني دلي زرق قرامرا تسوق بحجي بالو عيني دلي زرق قرامرا تسوق بحجي بالو زياتهم ميتا تزياتهم ميتا وزياتهم لامات يومي لامات يوميتا لامات يوم السوق لون من سينا السوق لون من سينا نبينا بيوم زغوتنا نبينا بيوم زغوتنا نقرت وديع بدونا خلنا نقرت وديع هزبي بدونا خلنا حدا نقبر حجون حبيرنا حدا نقبر حجون حبيرنا زياتهم ويتا كازياتهم زياتهم وزياتهم لامات يومي كازياتهم لامات يوم لامات يوم
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي بكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.